ازاي بدأت محتوى وايه الدوافع اللي كانت عندك؟ يعني امتى قعدت مع نفسك كده قلت بص الموضوع ده ما اهم. تسكتش عليه، انا هبدأ محتوى؟ بُص، هو أنا زي ما قُلت لك أنا بادئ من 2007، 2008 كنت باصوّر فيديوهات كده عشوائية، باقلد إعلانات كوكا كولا بقى أيًا تتسلى كان، يعني. مم. باسرق الإعلانات أنت فاهم، وباعمل كده. مم. هو أنا ممكن أقول رسالة؟ اتفضل. بس أبُص بقى في الكاميرا كده اتفضل. عارف اللي هو بتاع كاميرتك ايه؟ الhate comments بتعلّي الreach عندنا، فأرجوكم يعني زوّدوا منها، شكرًا. ميرسي. بس حتة برضو ان انت شبه مرتضى منصور جدا. جدًا، أنا باتبسط جدًا ونفس لسانه الحمد لله إلى حدٍ ما. هل ممكن اعتبرك شبيه مرتضى منصور؟ يعني والله لو الشعب هو اللي قال كده تمام، أنا ما عنديش مشكلة، بس مش أنا شبهه؟ لأ، في احتجاج؟ لأ، أنا شبيه أنا شبيه كورتوا حارس ريال مدريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تاك توكس البودكاست الأيقوني ومصنع النجوم. من القاهرة أحييكم مصطفى تاج الدين، كو فاوندر لتاك توكس، ومعايا سوبر ستار البودكاست النهارده أستاذ مؤمن. أهلًا. ازيك يا نجم؟ أنا الدخلة يعني أنت فاهم مرعبة شوية الsuper star دي أي حد بيجي هنا هو سوبر ستار. الحمد لله. أنا ما عنديش ضيوف، ما عندكش أنا ضيوف، عندي نجوم، أنت صاحب مكان وأنت سوبر ستار. زي الفل. صح كده؟ مِيَّة، مِيَّة. مية مية. يالّا بينا. في البداية كده عايزك تقدم نفسك بالشكل اللي يريحك. قدم نفسك بالشكل اللي بالاسم يريحني والله يعني أنا مؤمن، يعني زي ما بيقولوا كده أو أطلقوا عليَّ عمّو مؤمن أو عمّو مؤمؤ يعني زي ما عمو بيقولوا، إيه؟ عمّو مؤمؤ. مؤمن المصري. بالضبط، تمام. ده الuser name بتاعي مؤمؤ تمام. المصري، ولقيت بقى في طفل من طنطا، ده كان أول follower ليّا ما شاء الله. على الفيديو اللي نزّلته وكان على تيك توك في 2022، بس أنا طبعًا بادئ من قبلها يعني من إمم. 2007، 2008. إمم. كنت باعمل فيديوهات كده بموبايل صغير نوكيا كده، الله ينور. و الفيديوهات طبعًا دي في هارد 2 جيجا، لحد دلوقتي نِفْسي إن أنا أطلّع الفيديوهات دي يعني طب وأتفرّج. ليه ما طلعتش؟ والله ما طلعتش لإن أنا كنت أيامها يعني ما كانش في السوشيال ميديا المرعبة اللي إحنا فيها دلوقتي. والّا الهارد باظ؟ لأ، هو الهارد كده باظ، تمام. الحمد عندك لله. حد بيصلّح هاردات؟ والله رُحت أحاول أصلّحه في إسكندرية بس ما لقيتش. يعني كل حد أخش له يقول لي: "إيه ده؟ إيه إمم. التحفة الفنية دي؟" أقول له: "عايز أصلّحه." يقول لي: ما "ما فيش ها؟ لوش والله." عارف اللي هو اللي كان بيتحط له جامبر ده، آه. هو ده. ماشي. عايزك تقول لي إزاي بدأت محتوى وإيه الدوافع اللي كانت عندك؟ يعني إمتى قعدت مع نفسك كده قُلت بُص الموضوع ده ما اهم. تسكتش عليه، أنا هابدأ محتوى؟ بُص، هو أنا زي ما قُلت لك أنا بادئ من 2007، 2008 كنت باصوّر فيديوهات كده عشوائية، باقلد إعلانات كوكا كولا بقى أيًا تتسلى كان، يعني. إمم. باسرق الإعلانات أنت فاهم، وباعمل كده. إمم. كان أول فيديو صوّرته كان الكوكا بتحب اللمة بتاع كريم عبد العزيز، جامد. ده كان بيفتح باب التلاجة ويجيب إزازة الكوكا كولا، فأنا عملت الإعلان ده، ورّيته لناس صحابي، فطبعًا بقى إيه، إحنا كنا بنحب نقعد نصوّر فيديوهات كده عشوائية. كان في حاجة في الموبايل pause، فكنا نعمل الpause ده مثلًا نخفي واحد، نشيل واحد، الكلام اللي هو سحر الحاجات بقى، القديمة دي شغل السحر ده. طبعًا مع الناس بقى كان في المدرسة معايا والكلام ده كله، فبدأوا بقى يقولوا لي: "ما تقدّم بقى مع التمثيل." أقول لهم: "طبعًا، إن شاء الله حاضر." قدّمت؟ للأسف يعني طبعًا يعني أي عيلة طبعًا بتبقى محتاجة إن لأ معهد تمثيل إيه، إيه اللي أنت رايحه، إيه اللي أنت هتعمله ده، هتعمل إيه، خُد شهادة وبعد كده ابقى شوف اللي أنت خُد شهادة وبعد كده اعمل اللي أنت عايزه. اعمل اللي أنت عايزه. اتجوّز وبعد كده اعمل اللي أنت لأ عايزه. بالضبط كده، خلِّف وبعد كده اعمل اعمل اللي اللي أنت أنت عايزه. عايزه. موت وبعد كده اعمل اللي أنت عايزه. اتعالج، لأ، لأ، لسه، اتعالج الأول من اتعالج الأمراض اللي لا، 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 عندك. لا، ما هو خلاص بقى ما فيش بقى أنت آه. فاهم، أنت هتتعالج ما هو أنت كده already وسط الحياة بتتعالج. بالضبط. فده فعلًا اللي أنا واجهته، إن أنا فجأة أنا عايز أخش معهد تمثيل، أنا عايز أبقى زي كوميديان معين، حاسس إن أنا عندي passion في حاجة معينة، فمش عارف أطلّعها، تمام، دخلت الكلية لقيت مسرح حلو. في الكلية، فرُحت قدّمت، فالحمد لله يا رب يعني ما كانش في بقى اللي هو الauditions والكلام ده كله زي دلوقتي. فأستاذي طبعًا يعني حابب إن أنا أذكره، أستاذي وأستاذ طبعًا ناس كتيرة جدًا في إسكندرية، المخرج مصطفى الفقي. مصطفى الفقي. آه. الراجل ده فعلًا يعني أب لكل فنّان في إسكندرية حابب إن هو يطلّع حلمه أو ممكن نسقّف لمصطفى الفقي يا جماعة؟ بجد، بجد. لإن هو إمم. فعلًا يعني شخصية يجيب شخص raw
ويعلمه يفهمه، مش زي باقي المخرجين بقى اللي هو ايه يتعصب عليه ويحدف عليه كراسي والكلام ده كله. لا، شخصيه محترمه جدا جدا جدا. انت عارف ان انا لو يعني مخرج هعطف على الناس كراسي، بص، على فكره هقول لك على حاجه. يعني انا بحس ان هو انا عندي خيال مم. وبقول لك اعمل كذا، مم. انت بتعمل حاجه تانية، فغالبا هتعصب عليك. بس يعني ده ما يطلعش انتاجيه خالص. لا كده انت عايز حد جاهز بقى معاك. لا، ده ما يطلعش انتاجيه. يعني انا الممثل او الشخص اللي جاي لسه يبتدي ما اتولدش فنان، هو عنده موهبه. حلو. هتنمي موهبته ازاي غير ان مم. انت تعلمه الوقفات صح على المسرح، التمثيل ازاي، الشغل ازاي، الكلام ده كله. مم. ممكن يكون عنده مشكله في الالتزام، لان هو الشخص ده ما كانش مثلا او ما يعرفش يعني ايه التزام في المسرح. كويس. فده انا شايف ان المسرح ابو الفنون. طبعا. واي حد بيبتدي في المسرح بتلاقيه في السينما بعد كده لا، شخصيه قويه جدا. مم. لان هو يعني انت بتعرض قدام الجمهور لايف، فالكلام اللي انت بتقوله بتبقى حافظه ومتدرب عليه وشغال عليه، فانت انت بتاخد التفاعل في ساعتها. طبعا بالظبط. فانت بتاخد تفاعل ساعتها. عكس السينما، في ناس يعني مثلا بيبتدوا في المسرح يخشوا سينما يتربوا، بيبقى عندهم مشكله مع الكاميرا، بيبقى عندهم مشكله مثلا مع قط، عيد تاني، الكلام ده كله. احنا في المسرح عندنا الكلام ده، بس احنا خلاص وان شوت، هو وان شوت. لكن انا اقعد احذف بقى كراسي وافضل ازعق وبتاع واعمل دور المخرج واشرب بقى في سجاره، انت فاهم، اثناء البروفا والكلام ده كله، وازعق وبتاع، ده ما يطلعش على انتاجيه. فكره على فكره انا لو مخرج مش هعمل كده، انا كنت بختبرك بس عشان لا 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 انت بتختبرني، اه اختبرك انا كمان. تمام. بس تعالى نسالك سؤالين كده بنسالهم دايما. يلا بينا. السؤال بيقول: من هو مخترع الاطارات المنفوخه الكاوتش؟ كلنا بنركب عربيات فيها كاوتش. هديك 3 اختيارات لو هو سؤال صعب. هل هو ايمانويل كاوتش، ايوه، ولا جورج دانلوب، حلو. ولا ديفيد منفوخ؟ طيب تحب اقولها لك بالطريقه بتاعت مدحت شلبي ولا اقولها لك براحتك بالطريقه؟ براحتك. يا راجل دندب طبعا. جورج دانلوب. جون دندب. برافو عليك. برافو عليك، برافو السؤال عليك. الثاني. السؤال الثاني فيه حزم كده. يلا. ما هي العملة الرسمية لدولة أذربيجان؟ هديك 3 اختيارات لأن هو سؤال صعب. طبعا اتفضل. بناط، مناط، قناط. يعني والله يعني اكيد مش هيبقى مناط يعني. هو قناط ممكن. انا ما عنديش اجابه للسؤال ده. قناط. يلا. ده مش مظبوط ليه بقى؟ عشان هي مش الإجابة الصح. مش دي الاجابه الصح. تبقى بناط ومناط. انا مين؟ انا مين بقى فيهم؟ انا مش عارف، لا قول. والله مش عارف. قول. قناط. ما مناط قناط غلط والله. برضو. اه منط. طيب مناط. بنط. بناط ولا مناط؟ انت عندك بناط؟ انا ما عنديش، انا عندي جنيهات. أوكي. انا ما عنديش. يعني انت خلاص بناط. يعني ان شاء الله باذن الله لو هكسب المليون ده مش مظبوط. برضو الإجابة هي مناط بالميم. 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 ما انا قلت أنا مش هكسب المليون للاسف. أستاذ مؤمن، احنا عارفين عنك ان انت معادي جدا لجينزي. جدا جدا. يعني امتى بدأت انا ما بحبكمش، امتى ما بدأت بحبكمش امتى بدأت بغض العداوة دي؟ وايه يعني ايه اللي شايف بص، الموضوع ايه؟ العداوه هي مش عداوه اللي هي عداوه ان انا ما بكرههمش، لكن عشان انا برضو يعني اخوات صحابي، ولاد صحابي، ايوه. يعني نتكلم برضو هم ما بيعتبروش من جين زي. بس هو الفكره كلها ان زي ما احنا برضو كان الجيل اللي قبلنا ما بيحبناش او كويس. شايف ان احنا برضو معوجين والكلام ده كله، او بنعمل صلات غريبه، فانا برضو شايف نفس القصه. رجل ثلاثيني بالظبط. عنده مشكله في الموضوع ده، بس انا ما عنديش عداوه معاهم، انا عندي مشكله في طريقه اسلوبهم. انت بتعتبر جينزي ده بيبدأ من كام؟ من مواليد كام مثلا؟ انا بالنسبه لي مواليد كام؟ اي حد عدى ال 2000. جينزي. انا بالنسبه لي اي حد عدى ال 2000 حتى لو هو قبل كده، انا اي حد عدى ال 2000 بالنسبه لي ده جينزي. مع ان فيهم ناس مبتكره وناس يعني استخدمت التكنولوجيا صح، قدرت ان هي تواكب الدنيا اللي احنا فيها او السوشيال ميديا اللي احنا فيها، بس في اغلبيتهم لا. يعني امتى حصل معاك موقف مع جينزي قلت لا خلاص كده؟ الكومنتس بقى اللي بتجيلي بقى زي ايه بقى؟ عايز تقول؟ يعني امر ما مش يعني عادي يعني براحتك. فيها طبعا شتايم، بس طبعا لا يعني مش لازم تشتم بس عادي، يعني. عايز اشتم عادي، انا حر.
لا 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 طبعا مش هشتم طبعا، آه. عشان لو حد بيتابع اندر ايدج يعني يعني انت على فكره المدام بتاعتك ورا الكاميرا. عادي، ما هي انت فاهم، هي ده سقفه طبعا ليها طبعا يعني. لا هو الفكره كلها ان انت بتشتمني ورا الشاشه، مم. فانت يعني بتشتمني لما مش عاجبك الفيديو ما تولع. بالظبط انا بقول كده، صح. انا ما بيعجبنيش فيديو بسكرول، ما مم. بخشش بقى اكتب هيت كومنت وايه القرف ده وايه اللي بتعمله. في مم. احيانا بخش اعمل كومنتس مش على فيديوهات، على بوستات بتبقى مستفزه، تمام. مغلوطات بقى، مم. حاجات بقى في الدنيا مغلوطه، زي مثلا ماتش مصر والارجنتين. مم. انا كنت شايف في ناس معينه مش مصريين داخلين بيشتموا في المنتخب. انت كويس. مش عاجبك ما تشجعش، بص مش عاجبك ما تتفرجش. انا عندي راي في موضوع يعني طبعا كل واحد حر يكتب كومنت مم. ما يكتبش كومنت، بس انا شايف ان انت ما تحاسبش صانع محتوى مم. غير على حاجه واحده بس، ان الصوت مش واضح. والله العظيم. ماشي يعني يعني كده وجهه نظر كده تحترم. كده كده هو مم. مع الرحله ومع الناس هيطور من نفسه. بالظبط، يعني كل واحد بيعمل وهشتري مايك. واشتري مايك. بالظبط. يعني كل واحد في الرحله بتاعته بيبقى عايز ان هو يجيب ريتش وعايز ينجح، عايز كذا. فهو من جواه هيبقى عايز يرضي اكبر عدد من الناس عشان يوصل بقى اللي هو عايزه ايا كان هو ايه. هو انا ممكن اقول رساله، اتفضل. بس ابص بقى في الكاميرا كده، اتفضل عارف اللي هو اللي بتاع. كاميرتك ايه. الهيت كومنتس بتعلي الريتش عندنا، فارجوكم يعني زودوا منها. شكرا. لان انا فعلا بجد طول ما الفيسبوك او الانستجرام او السوشيال ميديا في العموم او الاب ذات نفسه شايف ان الفيديو ده بيتعمل عليه كومنتس، مهم. حتى لو هيت كومنتس، هو شايف ان هو شغال، بالظبط. فهيطلعه فايرال، ايوه هحط عليه اعلانات. هيطلعه اه ايا كان. مم. فانجوي يعني تمام، خدوا راحتكم. خدوا خدوا راحتكم. بس لو حد هيغلط بقى في الاهل ف يعني سوف نتخذ الاجراءات هتتجاب. القانونيه ضده. عايز عايز اسالك آه، هل انا مثلا انا عارف ان انت راجل فنان وكده، يا خلق. بس حته برضو ان انت شبه مرتضى منصور جدا. جدا، انا بتبسط جدا ونفس لسانه الحمد لله. لحد ما هل ممكن اعتبرك شبيه مرتضى منصور؟ يعني والله لو الشعب هو اللي قال كده تمام، انا ما عنديش مشكله، بس انا مش شبهه؟ لا في احتجاج. لا انا شبيه انا شبيه كورتوا، حارس ريال مدريد. بالظبط. انا شبيه كورتوا، حتى الناس كلها كنت تحيه كورتوا لحارس ريال مدريد. وتحيه للناس اللي بتخش تكتب لي كومنتس، انت سايب الفريق بتاعك وجاي تصور فيديوهات. ايوه انا سايب الفريق بتاعي وبصور فيديوهات عشان ده اكل عيشي. بس ده بيفرق في اللياقه برضو ان انت ما تتمرنش مع والله الفريق. يعني بتمرن الحمد لله، يعني الحمد لله عندي تمرين الحمد لله. مجتهد بحب جدا. امرن كرشي. مجتهد جدا. مجتهد جدا في المطاعم. انا عاشق للمطاعم. طب ماشي، بما ان احنا في بودكاست بقى وعايزين نديها بقى، ايه الاكل اللي انت بتحبه؟ عشان انا الاكل اللي بحبه، مم. بص اي حاجه فيها بيتزا انا تمام. اي لو جبت لي معجنات. بيتزا بالمكرونه هاكلها. اي معجنات في الدنيا. اي معجنات، انا عاشق للمعجنات. انا بفطر الصبح معجنات عادي، ما عنديش مشكله. بفطر حلو الصبح، ما فيش مشكله. اهم حاجه انت فاهم، ما بحبش الهيلسي بقى، الجو الهيلسي والكلام ده كله. انا عندي اسمه نظام المحمرات. اي حاجه بتتحمر تمام، مشويه لا. ما تتكسفش مني، عادي اتكلم انا مش معايا. مكسوف، انا بفكر بس. بتفكر في ايه؟ بشوفك بعد واحد متخلف بيقول لك بيفطر حاجات بالسكر. شوف انت متخيل بتخيل الوضع بعد 5 سنين هيبقى ايه؟ الوضع بعد 5 سنين؟ ما هو باين. يعني انا بقى الحمد لله يا رب، يعني انا رحلتي من اكس لارج دبل اكس لارج، فانت متخيل. بس انا بحب الاكل عادي، يعني انا بحب كلنا الأكل. بنحب الاكل على فكره. لا انا بحبه اللي هو يعني بتلذذ، اللي هو في علاقه. بحب اقعد بقى اتفرج على الفيديوهات. يعني انا مثلا مراتي بتتجن مني بالليل، انا في الالجوريزم بتاع التليفون هو بالليل يلا تعالى نتفرج على الناس بتعمل اكل. تحيه لابو جوليا، تحيه ليك، انا بحبك فعلا بجد. ابو جوليا يعني بالليل معايا تعالي يا مرتي نعمل واطبق الوصفات. اطبق الوصفات. انا عارف انت الناس اللي هم بتوع يا رب عايزين نتعشى يا رب نجيب بتاع. لا انا مش كده. انا بحب ان انا ادعي لهم يا رب يرزقهم، يا رب يرزقهم. لان انا فعلا انا عارف كويس جدا الناس دي على قد ما طلعت تعمل فيديو متخلف، هو فيديو متخلف بس هو الناس دي بتحاول ان هي مش عايزه شهره. بالظبط. الناس مش انا عايزه فلوس وعايزين ياكلوا. لا مش عايزين ياكلوا. عايزين ياكلوا. لا هم بياكلوا بعدها. بيجي لهم فلوس بقى بياكلوا. بالظبط. يعني ابو محمد بتاع غدانا يا اخواتي النهارده. ايوه الراجل ده على فكره الراجل ده بايونير على فكره. الراجل ده بسم الله ما شاء الله اكبر دلوقتي، يعني في حته ثانيه يغديني يعني. اقول له غدانا يا عم محمد وبتاع.
6 فرخات هم 3 مفيش حد يقدر يعمل كده، ربنا يرزقه يعني. انا طبعا ما بحقدش على حد يعني. ماشي. صدمتك ها؟ لا انا مبسوط منك جدا والله بجد. اهم حاجه في الفري وتطلع اكتر من كده والله هتلاقيني قلعت البنطلون قاعد بقى انت فاهم، حاطط رجلي فوق اكتر من كده يعني، لان انا اتحريت. هو طفى تكييف عشان الصوت، انا اتحريت زياده. يعني في ضحك ورا الكواليس. نعم. التكييف تكييف مش، ما هو هي دي بقى المشكله بقى بتاعت بتاعت احنا كفنانين بنحس أيوة. بالكلام ده كله. لا يعني الشهرة وحشه نعم جدا. بتاعت الحريه الفكره كلها ان انا ببقى ماشي مثلا، انا الحمد لله رب يعني مش شخصيه اللي هو ايه يعني معروفه، بس وشي معروف يعني مألوف. ببقى ماشي مثلا في الشارع والاقي مثلا طبعا بقى اخواتنا جينزي تحبهم يشوفوني، عمو عمو مؤمن انا بحبك قوي، فتصدم. انا مش متعود، بالظبط. انا مش مشهور يا جماعه والله، انا مش معروف. على فكره بتخض. انا بخض، بحس ان يعني عارف مره وشي يعني بيحمر. لا واحد قال لي انت اسمك مصطفى صح؟ فانا افتكرت ان في مشكله في حاجه يعني أنا هل انت بتدور عليا؟ فقال لي لا انا شفتك. فلو شفتني بعمل ايه طيب؟ عارف في خضه لا انا هو... بترب وفجاه ما ببقاش عارف اعمل ايه، فاللي هو بيطلع من لساني كلام غريب جدا اللي هو الله يخليك يا رب، اللي هو انا مزعلك في حاجه اللي هو يعني عارف اللي هو عارف لما حد يقول لك البقاء لله تقول له متشكر جدا بالظبط. انا بقى بقول كلام ما بفهموش. انا واقف بسحب من الاي تي ام فلوس، 3 بنات صغيرين فجاه شافوني. ايوه بقى ولا ايوه مراتي كانت معايا. ايه ايوه بقى اطفال بقى وقفوني نتصور معاك، فتصوروا معايا ونزلوا مامتهم من العربيه، ده مشهور ده احنا عايزين نتصور معاك. فانا اتخضيت. تمام. انا بترب مش عارف اعمل ايه. وفي نفس الوقت اللي هو يعني يا جماعه والله انا بني ادم طبيعي والله انا بتخض. انا بتمشى يعني في المولات عادي والله. بتخض. انا بتمشى في المولات والله من غير جرد ولا اي حاجه ولا حد يقول للناس في الفري ان انتوا تصوروا معايا، عشان انا بحس ناس بتتكسف جدا لما تيجي تقول لي انا اتصور معاك. انا في واحد قابلني ممكن اقول حاجه وتحط عليها موسيقى حزينه. عادي جدا. هبص للكاميرا. بص عيط عيط. انا استاذنك اشرب بق ميه زي احمد سامي. اتفضل يا حبيبي. زي كان بيقول لك اشرب العصير. اشرب العصير. انت ما قلتليش اشرب حاجه. ما دي ميه. دي قهوه مش ميه. والله ميه. ما تضحكش على الناس والله العظيم ميه يا عم، ما تضحكش على الناس. حاجه حزينه جدا عايزك تنزلي عليها موسيقى. حاضر. واخد بالك؟ ولو تعرف المونتاج بس سوري بتاع المونتاج يعملوا لي بس دموع من هنا. الفلتر. الفلتر الدموع ده عارفه. فلتر الدموع حاجه اركبه لك. انا سبب رجوعي للفن. اللي مش للفن. انا ما تكبرهاش في حقي نفسي قوي، تكبرها في حقي. انا سبب رجوعي للفيديوهات ان انا كنت مستني واحد صاحبي تحت بيته، ولقيت واحد جاي بيقول لي بالظبط والله انا عارفك. قلت له اهلا وسهلا، انت كنت مشهور في 2022. فقلت له فعلا، وخد بعضه ومشى. فانا والله بجد زعلت قوي. انا بنزل فيديوهات يا جماعه لسه، انا ما اختفتش. انا ريتش واقع ما بدفعش فلوس عشان فيديوهاتي تطلع، بس ما تجيش تقول لي انا كنت مشهور في 2022. لا والله انا لسه بنزل فيديوهات. فرجعت بقى قلت بص بقى انا مش هوقف فيديو خلاص بقى، حتى لو هنزل فيديوهات بالفانيلا ما بدهاش، ما عنديش مشكله. حتى لو هنزل فيديوهات بالفانيلا ما عنديش مشكله، بس مش هبيع مبادئي عشان ما اخشش ناس على الخاص ويقول لك لو سمحت عايز اشوف فانيلتك الداخليه. انا انزلها انت تشوفها لا. نكمل ارجع تاني كده. يعني انا هنزلها ان شاء الله. والله ان شاء الله. دي بقى لو هتعمل خدمه بريميوم اللي هي الخدمه البريميوم. يعني انا كنت عايز اقول حاجه بس ممكن تبقى سبونسر وقلة الادب في الناس. فطبعا انتوا فهمتوها. اونلي مؤمن. فبلاش نقولها عشان هو انا كنت عايز اقول حاجه بس انا يعني ترددت ثانيه. ما تترددش وانت قاعد معايا يعني في الفري. اوكي يعني بالظبط في الفري مش انت عمال تقول لي في الفري بقى يا معلم. ملاحظ ان اكتر ناس جات لي هنا سوبر ستارز البودكاست اسكندرانيه، وكلهم زملكاويه. حلو جدا.
هنقف عند اول جمله اه عشان هبص للكاميرا واقول اتفضل حاجه اكيد. حاجه مرة موسيقى كده، بس بتبقى موسيقى. مم. اسكندريه منبع الفن. هعيدها مم. تاني عشان اسكندريه منبع الفن. جامد. فيها فنانين كتير جدا موهوبين بس مش معروفين، محتاجين فرصه. ان شاء الله ان شاء الله ايه هتكتشف ان شاء الله كله هيجي يقعد هنا، كله ان شاء الله باذن الله. شاء الله. وما يقعدوش هنا بس، في كل حته، يقعدوا في كل حته كل حته براحتهم في اي حته، ان شاء الله. ويلاقوا مكان في المونوريل، عشان انا إن شاء اكتشفت الله. ان في ناس عندها مشكله في المونوريل. تمام. اسكندرانيه على فكره. لا عادي براحتهم. الجزء الثاني بقى بتاع اه زملكاويه. اه الزمالك ده في قلبي. انا بحب شيكابالا، انا بحب شيكابالا، انا بحب كل فرد في الزمالك ما عدا واحد بس مش هقدر اقول اسمه عشان انا عامل له فولو. مش هقدر اقول، بس انا بحبه. بس يعني ياما طلع بوزنا. تمام. بالنسبه للكابتن شيكوبانزا، ابعد عني، ابعد عني، الله يستر عليك. بحس ان علاقه الزملكاويه بشيكوبانزا علاقه توكسيك جدا جدا، بس بنحبه. ايوه هي دي الفكره، ان انت بتحبه بس وانس يعني انه بيظهر انت في عصبيه غريبه بتحصل لك، بيحصل لك يعني عادي عادي، ما احنا في المنتخب برضو في احد اللاعبين لما بينزل بنشتم، بس لما بيجيب جول بالظبط. انت حبيبي وابن حبيبي وبتاع، وانا بحبك قوي 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 يعني. مش جامد. الحب جاني ما بيجيبش جول بس يعني بيحاول. ما هو بيحرق دمنا بس مش مشكله يعني. بص، فرد من ضمن المنتخب. انا شايف ان اي فرد من ضمن المنتخب فهو شكرا والله. اخطاء فنيه مالناش دعوه، مالناش دعوه. شغلانتنا. مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا. لا هناخد عايزين ناخد، بس ناخد فلوس. ناخد فلوس. النور مكان انتظروني على اونلي مؤمن يا رب، عاوزين انتظروني على اونلي مؤمن. النور حلو مكانه والله فكره اونلي مؤمن ده، تصدق والله حلو. مدام بس لا ما سيبك من مدام. انطلق بس. الداعمين ثم الداعمين ثم الداعمين، اهل الكويت، اهل السعوديه، المصريين نو. الجنيه المصري لا. نعم. اونلي مؤمن. اونلي مؤمن .com. ما تضحكش. على فكره طيب؟ لا استنى عياط. نخش في العياط. ماشي. عندك حاجه عياط؟ عندي اتفضل. يلا على الحاجه العياط. في فيديو بتاع انا مش فاتحها سيد احمد يحيى. الفيديو ده مؤثر قوي. المؤثر مؤثر في انت ممكن تحكي لنا عن الفيديو الاول؟ احكي لك على الفيديو. هو الفيديو جات لك كان من الفكره هو الساوند كان ترند على تيك توك، وكله بقى بيعملها بالطريقه اللي هو عايزها. اللي عايز يرقص عليه، اللي عايز يعمل ليبسنج عليه. فانا حسيت ان انا يعني محتاج ان انا اواكب الناس دي وان انا اعمل فيديو. ف كنت ساعتها لسه متجوز. حلو. وقلت طيب خلاص، يعني انا دايما دلوقتي افكاري كلها معظمها عن الجواز بقى والكلام ده كله بتاع. انا عايش في هذه التجربه. حلو. وفي الاف كتيره جدا غيري بيعانوا نفس معاناتي، مش معاناه الجواز، بيعانوا في العموم. لسه قاري يافطه معاناه البشر. لسه قاري يافطه امبارح حلوه جدا في احد المولات. الحياه حلوه بس انت متجوز. انا قريتها فانا اتصدمت كده. لو ليه الجواز جميل، الجواز حلو، الجواز زي الفل، عشان مراتي قاعده. مشكله اكتشاف المواهب في مصر. احنا عندنا يعني مشكله. بص انا كارثه. انا اقول لك صراحه، يعني انا مش حاسس ان الموضوع فيه مشكله كبيره يعني. لا كارثه والله بجد هقول لك كارثه والله. طب قول اللي عندك وانا كارثه. مش قول اللي عندك هفضل اقول لك كارثه لحد ما انهي. هعقب. انا اقول اللي عندك وانا هعقب. لا قول اللي انت عندك، اسمعك. يمكن اسرق منك حاجه. كان في برنامج كان طالع فيه عمرو دياب. البرنامج ده كان سنه 2004. حلو. انا كبير مش صغير، انت عارف. انا كبير برضه. ماشي. مش هقول سني قدام الكاميرا. 35 سنه. انت بتفضحني يعني؟ ما انت عندك 36. انا لما احكي القصه لما احكي القصه هيعرفوا. الفولترين في الشنطه، خلي بالك. الفولترين في الشنطه بتاعي. هستدن. انا كمان برضه ضهري وجعني قوي. والله بجد ضهري وجعني قوي. الجو حر عندكم قوي في القاهره. فكانوا المهم ما علينا. كان والله العظيم فعلا. والله اقول لك على حاجه، الشنطه بتاعتي اللي بره دي
يعني تبان شنطه مهمه بس كلها ادويه والله. قولهم بقى ماشي على فيك ظهر رب. على بتاع. الحمد لله. يلا بينا. فكانت المذيعه بتسال عمرو دياب، هي يعني اسمها مفيده شيحه، هي لسه اكتف طبعا لحد مفيدة دلوقتي. شيحة. فبتقول له احنا عندنا اصوات كتير عايزين نقدمها، فقال لها مش لما نسمع اللي عندنا الاول. يعني عمرو دياب دايما عنده فكره إن مم. هم اصلا اللي موجودين على الساحه ما تسمعوش اصلا. الناس اللي موجوده ايا كانت الموهبه، ما حدش اصلا عبر عن موهبته ولا اي مظبوط. حاجه. هي الفكره ان في ترند بيطلع، زي مثلا السينما لما كان بيطلع مثلا ترند افلام البلطجه مثلا، فكله بيلبس بلطجي وبيديها افلام كذا، فكله بيعمل كذا. فانا شايف ان اخر 30 سنه في مصر ما حدش عبر عن موهبته اصلا باي شكل. يعني ما فيش اي حد، حتى الناس الاكتيف اللي هم في المجال بيشتغلوا بشكل احترافي، ما حدش عبر عن موهبته اصلا. بص فانت ليه عايز زياده هقول لك وانت اللي عندك اصلا ماشيين ورا الانتاج انا مش عايز والمنتج زياده. عايز يصرف انا فين مش عايز زياده. م. هو الفكره كلها م. ان دلوقتي حاليا م. او في التفكير عموما، سيبك من دلوقتي في 2026، انا بتكلم في العموم، م. ان الناس بتبقى فاكره ان عشان تبقى مشهور لازم تخش تمثل. تمام. م. وان التمثيل شهره ومعجبين بقى وتصوير وافلام وافيشات والكلام ده كله. طب فين موهبتك؟ زيرو. طب عندك تمام. موهبه؟ لا. قعدت على القهوه ضحكت اصحابك، انت ستاند اب كوميديان. تمام. انت ستاند اب كوميديان. تاني يوم لو في اوبن مايك هتروح تقدم فيه، بس لمجرد ان انت ضحكت اصحابك. تمام. طيب فين الموهوبين؟ موجودين. طب هم بيعملوا ايه دلوقتي؟ مش عارفين يوصلوا. طب مش عارفين يوصلوا ليه؟ عوامل كتيره جدا 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 جدا. هنتكلم على الكاستنج، مكاتب الكاستنج. هو هنتكلم عن هو مكاتب ده الكاستنج. احنا في نفس الموضوع لسه. كارثه. كارثه. اه انا لو جبت كاميرتين وسميت نفسي لولو للانتاج الفني، بالظبط. لولو كاست. لولو كاست، م. او اونلي مؤمن للانتاج كاست. الفني، م. واجرت شقه م. وعملت فيها يا جماعه في اوديشن، الناس هتصور مع كريم عبد العزيز، م. هتبص هتلاقي الاف الشباب والبنات جايين يعملوا كاست، يسحبوا استماره مينيمم. م. ده كان زمان يعني، مينيمم كانت 50 جنيه، فيسحب استماره في استماره، وطبعا اوريدي ما فيش حد بيتناقد، ده فيك. بالظبط. هم هيصوروا مع شبيه الفنان كريم عبد العزيز. تمام. بس مش هو هيصوروا. بس برضه في نقطه اوقفك فيها. مم. لو في كاستنج لفيلم هتلاقي فيه الاف الشباب، لو في شغلانه مظبوط. في كول سنتر هتلاقي الاف الشباب، لو في انا رحت كاستنج. فرصه يعني مثلا للسفر انا رحت هتلاقي يعني كاستنج في زحمه في كل حته. فاهم؟ لاحد الفرق المسرحيه كويس. هنا في القاهره، م. ولقيت ما لا يقل عن 1000 شاب واقفين تحت، ده غير الناس اللي فوق بيعملوا اوديشنز، وبرضه بتدفع ثمن ابلكيشن. انا كمؤمن رفضت ان انا ادفع ثمن الابلكيشن تمام. تماما. قلت لا، رحت اكلت بيهم عند البرنس عشان تبقى فاهم. جامد ما قوي. بهزرش والله. جامد والله. قلت لا، انا ليه ادفع ثمن ان انا هظهر موهبتي في اوديشن؟ انت طالب ناس كويس. جديده، كويس. صح؟ كويس. مش طالب ان انا اعمل ادفع لك فلوس فتاخد الفلوس دي، تمام، تنتج بيها او تعمل بيها مسرحيه جديده. فنزلت، ففي 3 من صحابي لا قالوا ان احنا هنكمل. قلت لهم انجوي. دخلوا الاوديشنز، تمام، هنكلمكم. كلموهم فعلا، راحوا عملوا زي شو بسيط كده، كان قدام شخصيه من الشخصيات. المشهد مشهد بالظبط. طيب تمام، شكرا يا جماعه، ميرسي. ده عشان المصداقيه بس. بالظبط. فانا كان وجهه نظري تمام. هل وجهه نظري صح؟ لا طبعا. تمام. هل انا بنصح بيها الناس او بقول للناس؟ انا عمري ما هنصح حد اقول له اعمل ايه، بس اسعى. ما عشان كده بقول لك في زحمه في اي فرصه، سواء في الفن بره الفن، اي فرصه عمل هتلاقي دلوقتي فيها زحمه يعني. ملقاط. بالظبط. انت المفروض كفنان يبقى عندك ملقاط، مش انا أيوة. كمؤمن او انت. معاك. انا بتكلم على اللي اوريدي في الساحه. ملقاط. انزل اتفرج على مسارح، انزل اتفرج على الناس. انت اوريدي كده كده يعني نجم وخلاص، اوريدي اخدت وقتك، اوريدي لسه موجود. يعني انا عايز سقف اشرف عبد الباقي. الراجل ده عامل حاجه فعلا بجد، يعني ربنا يبارك له فيها. هو علي ربيع وقصقص الشباب دي الشلة كلها بتاعت مسرح مصر، جم منين؟
من المسارح، سكاوتنج. من المسارح. أيوة. الراجل بيروح يتفرج على عرض للمخرج القدير خالد جلال او غيره، بيشوف الشباب، بيشوف ده موهوب مش موهوب، الكلام ده كله. وعلى فكره عشان بس تبقى فاهم يعني، ما بيبقوش عارفين ان هو جاي، كويس. ما بيبقوش عارفين ان هو جاي، هم بيكتشفوا بعد العرض ان هو قاعد، فهو بينقي. فانت كفنان ما تعمل كده، انت كشركه انتاج ما تعمل كده. بالظبط. انت ليه تزنق الناس في مكتب متر في متر، ويلا واوديشن وكاميرا وبتاع ومش عارفه ايه وقول لي مشهد؟ طب ليه؟ وفي الاخر ابص الاقي الموضوع سابوه، الموضوع بلا هدف، وابص الاقي الناس نازله على صفحه الرسميه لوزاره الداخليه. بالظبط، لان الموضوع فيه. طب انت عندك قصه معينه مثلا حابب تحكيها عن غير قصه البرنس دي يعني؟ لا عندي، مم. عندي كذا قصه، بس انا مش حابب، انا مش جاي ان هو ايه احكي تجربه ايوه، انت مش طالع تنظر مأساوية. بقى على الناس وحصل لا معايا وبعدين هطلع اقول لا انا يعني كنت بسافر من اسكندريه للقاهره وعلى رجلي بمشي مسافه 220 كيلو، مش عايز اطلع اقول كده. انت الكلام قلت ده انا انت ممكن قلت. اجله لمنى الشاذلي، انا بقول لك انت قلت خلاص. عشان تعمل كده، واخد بالك، وتدمع وتعمل لي كده وتقول لي ممكن نطلع فاصل او لا. تمام ممكن نطلع فاصل. نطلع يا ريت. لا احنا بس. مكملين. لا لا لا. اوكي. نخش بقى في الحته بتاعت ايه. احنا اتفقنا ان انت 35 سنه وخلاص، الحمد لله. وده متسجل ومش هنعرف نمسحه. اوكي. مش مشكله. تجربتك في الحياه كرجل بقى 30 ثلاثيني 30 ثلاثيني. ايه النظام؟ بص هقول لك حاجه. انا وانا مثلا عندي 16 سنه، حلو، عندي 18 سنه، جميل. كنت فاكر ان انت بتوصل ل 20 21 انت وضعك مختلف تماما. تماما دي حقيقه فعلا. المنتاليتي بتاعتك بتختلف، بتبقى كبير بقى ومسؤول عن تصرفاتك وكده. في العشرينات كنت فاكر ان انت ال30 دي موضوع تاني، عائلتك هتختلف، برضو نفس المنتاليتي نفس كل حاجه. وبعدين اكتشفت ان مفيش زرار بتدوس عليه بيخليك تتحول من حد مهمل لحد ملتزم، من حد فاشل لحد ناجح. هي العمليه كلها زي الزراعه كده، انت بتزرع حاجه بتكبر معاك. انت كبرت الموضوع قوي. ما انا برضو هديك حته. انا دايما كنت مقتنع يا بلادي انا امتى هكبر، انا كنت عايز اكبر. تمام. ما بهزرش. ودايما كنت بحاول اسبق سني تمام. في اي حاجه. حلو. لدرجه ان انا كنت بصاحب شله ناس اكبر مني سنا، اه مش سنه ولا اتنين، 5 و10. 5 ابويا كان بيتخض مم. لما يلاقيني حاجه كده والعيال طويله وبتاع وماشي معاهم، يقول لي مين دول؟ اقول له اصحابي. مين دول؟ اقول له اصحابي. صحابك ازاي؟ فكنت دايما بحب ان انا اقعد معاهم علشان اتعلم كل حاجه، اسبق سني. فلما وصلت ل21 زي ما انت بتقول والبوز والكلام ده كله، لقيت ان انا لا لسه عادي يعني، لسه بنفس الدماغ. آه. عايز نفس الحاجات، عايز كل حاجه زي ما هي. وبعدين نضجك بقى، اه نضجك بيختلف تماما. يعني انا طبعا في 21 سنه نفسي في عربيه سبور، كويس. بورشه 911 جي جامد. تي 3، تمام. عشان لو في سبونسر ولا حاجه يجيبها لي. لونها يا ريت يكون ازرق. تمام، ما تضحكش، احلام انا بتخيلها على فكره. مانيفست، عايزك تمانيفست. انا بتخيلها، واي نوت؟ مش ممكن فجاه تكون عندي؟ عادي، ممكن مثلا عادي. يعني احمد الوكيل ربنا يكرمه يا رب، الراجل من 2009 بيصور فيديوهات، كويس. لسه جايبها عربيه بس ما شاء الله اكبر. عادي والله عادي. فاحلم. انا لا يعني مثلا هو مثلا لما تلاقي يعني في مثلا مستثمر ادى لعيبه منتخب مصر مثلا كلهم عربيات ماركه معينه. لا ما انا بقول لك، انا بقى مثلا في 21 سنه انا نفسي في العربيه دي. دلوقتي لا، انا نفسي في عربيه فاميلي. ليه؟ لان انا دماغي كبرت ان انا معايا عيله، كويس. اسره، فلازم يكون في مكان للشنط، الكلام ده كله. بص تفكيري بيختلف. لكن لو العربيه جت شكرا يا اسره، اركبوا تاكسي. اركبوا تاكسي. انا ان جدا في العربيه. هتقول لي في مكان زياده، هقول لك هفرد فيه رجلي اقعد كده براحتي، عربيتي. احب اعمل فوم لوحدي، انتوا ما بتحبوش الفوم. ومش هتقولوا لي ما شاء الله يعني، انا هيبقى جايبها من اونلي مؤمن. هذه الحلقه برعايه اونلي مؤمن. يا جماعه ما حدش يصدق الموضوع، عشان انا عارف والله. فانيلا، اللوجو بتاعي فانيلا قط.
واخد بالك؟ بس هنشوف لها سبونسر ان شاء الله. عادي، في كذا شركه. لا 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 بلاش. لا يعني من ساعه ما ميسة حمدان عملت ميسة ولا مي ولا مين؟ لا ميسة صح. ميسة. ميسة. محدش يدعو بمي دلوقتي. ماشي. تمام. بص ده الورقه بتاعت الاعداد مش لازماني خالص اهي. انا شايف ان هي ملهاش لازمه. بالظبط. تمام. ناخد بقى حته بقى ديب شويه، ممكن نتعمق دي شويه فيا في اي حد. دي فيا انت صدقت تقول لي مؤمن ولا ايه؟ دي فيا. اتفضل قول يا حبيبي. قول. انا مش عارف اتكلم بجد. يا عم اتكلم بجد. انا بقول لك والله، انت لما كلمتني في التليفون قلت لك انا شخص بحول مأساتي اللي في الحياة بحولها لهزار، عشان انا فعلا بجد مش طايق نفسي. مش طايق. والله العظيم انا بقول لك والله، انا ساعات ما ببقاش طايق الفانيلا اللي عليها. والله العظيم عليها. والله ساعات ما ببقاش طايق. بقول لك كده ممكن نطلع على فانيلا. البنت الغلبانه دي، البنت الغلبانه اللي قاعده ورا الشاشه دي بتبقى عارفه. طب ما اتكلمنا عن البنت الغلبانه. البنت الغلبانه برعايه عايزني اكلمك عنها. بتقول لك انا ليه اسم انت مسميها على الموبايل البيت وكده وام العيال بيت وكده. وايه وحكومه والكلام ده كله. لا 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 كليشيه قوي كليشيه. لا انا مسميها باسم الدلع بتاعها، مش هقوله طبعا عشان براحتك. لا حرمه بيت اتكلمنا عن لا مش هكلمك عنها. هكلمك عنها ليه؟ ما عايز تعرف عنها. بص احنا اتقابلنا في المسرح كويس الحمد لله يا رب. وانا يعني كنا في رحله في دريم بارك. طبعا معظم الناس اللي يعرفوني عارفه البتاع، وكنت معجب بواحده صاحبتها، فانا طبعا كنت بحاول اظبطها هي علشان اروح لصاحبتها. طبعا انا بقول الكلام ده كله وهي عارفاه طبعا، والحمد لله رب عديناه يعني بكتير. بس طبعا كل خناقه لازم تفكرني، وده طبيعي، ده طبيعي. فالحمد لله يا رب لقينا ان احنا عندنا يعني مواهب مشتركه. في كيمياء في كيمياء في الفن. في الحياه لا مفيش كيمياء في الحياه ب2 جنيه خالص. يعني انا بقول لسه بتكلم الالجوريزم بتاع تليفونها مختلف تماما عني. الالجوريزم ابن ناس محترم قوي. شيك جدا شيك جدا. يعني بتتفرج على بط بيعمل نايت روتين. بط بيعمل نايت؟ لا فهمني. لا ترجم لي. ما بهزرش والله. ترجم لي. يعني في اجانب بيهتموا جدا بالبط بتاعهم قبل ما يسلقوه. البط اللي هي الكوكي دي دك عشان بتجيب البطه بيعملوا لها نايت روتين. نايت روتين ده اللي هو ايه؟ قبل البطه تخش تنام زي ما انت تخش تنام المفروض ان انت بتخش تغسل سنانك تتوضى وتصلي. ده عادي. البط بقى بيحصل معاه ايه بقى؟ البط بقى بيتعامل معاه ايه؟ بيتحط زي في، انا مش هقول تشت طبعا عشان عيب قوي ان انا اقول تشت، اسمه بول بالنسبه لهم هناك. كويس. وبيبداوا ان هم يمسحوا له راسه من هنا وبتاع مش عارف ايه، وبعد كده يحطوا له كريمات عشان ازاله. يحط لمين؟ دي البط مش هي. أيوة. انا لو مراتي بتعمل كده مع البط واخد بالكم ما عملتش كده معايا يعني انا كمل موضوع البط. انا مهتم جدا. وبيحطوا له تحت عينه اللي هي بتاعت الهالات السوداء. عشان اصلا البط عينها سوداء. اصلا البط كلها عينها سوداء. لا هم بيجيبوا البط الاصفر كيني بط الاهلي ان شاء الله باذن الله هيقابله الكونفدراليه. كويس ان انت قاطع معايا. فالمهم يعني ايه، ده جزء من المحتوى بتاعها، جزء من اللي التليفون بيطلعه مع طبعا بقى فيديوهات فاشن والكلام ده كله. فعلى الجانب الاخر لو انت مثلا جبت السرير كده بي او في وجبت الشاشه عندها هتلاقي فعلا ايجيبت القاهره. تمام. ايجيبت بكوس ساعه. دي مناطق عندنا في اسكندريه. انا طبعا مع احترامي طبعا ليهم فوق راسي طبعا. عارف اسكندريه كويس. فبس طبعا هي مختلفه تماما عني حاجات كتيره جدا حتى في الطباع والكلام ده كله. فدي شيء هايل جدا. ان انا لو لقيت حد شبهي قسما بعز الجلال اللي هنقتل بعض والله بجد. انا ما اقدرش استحمل حد معايا شبهك. انا خايف ان انا اولادي يطلعوا زيي. بترعب. انا عملت مصايب كتيره جدا. امي دايما كانت بتدعي لي يا رب 4 اولاد شبهك. شبهي مش شبهي شكلا، كفايه شكلا عشان انا تعبت مني شكلا. 4 اولاد شكلي طباعا. كويس. طباعا بتدعي لك. بتدعي عليا مش عليا. يعني الاثنين يعني هي عارفه اللي هو ايه، هدف رائع بس في مرمانه. هو ممكن اكون ابن قاعد في بار مش ابن بار شخصيا. لا والله بالعكس. يعني
انا امي عارفه كويس جدا ان انا طيب وغلبان جدا ومش سوسه ومش سهن وبتاع. ما شاء الله انا شايف وضوح. عملت مصايب كتيره جدا في حياتي معاها. مم. لا هي فعلا لازم تدعي لي ان انا 4 اولاد، وفعلا بجد والله كل شويه تفضل تقول لي ان شاء الله باذن الله 4 اولاد. مش عارف ازاي، مم. بس هي الست بتامل يعني. هي مم. عايزه تشوف المعاناه بتاعتي. طب انت حققت التارجت ولا لسه؟ لا لسه الحمد لله. فاضل لك ايه؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله في دقيقه 90 ان ان شاء الله. شاء الله. ده ادعي لي. ربنا يكرمك والله. ربنا يكرمك. لا. طب في الخناقه دي بقى، مم. هي اصلا انت بتعتبر حياتك اصلا خناقه ولا بتعتبرها بعتبر ايه؟ حياتك بتعتبرها خناقه ولا بتعتبرها رحله بص ولا انا شخصيه باخد كل حاجه على اعصابي مم. جدا. بس يعني مؤخرا في نصيحه كده برضو حابب ان انا اسقف لهذا الشخص يعني جدا. قول النصيحه اسمه باسل ابو زيد. هسقف له الاول قبل ما اقول النصيحه. بيقول لي يعني هو شخصيه مش بارده، بس تمام. هو شخصيه هاديه. هو باسل ده مهندس صح؟ كان مهندس. انت عارف ان باسل ده انا اعرفه اصلا. بجد والله. اه فعلا في بينا حد مشترك. فعلا اه هادي جدا. مم. شخصيه هاديه مم. ودايما بياخد قرارات بهدوء، تمام. لدرجه ان انت ممكن تنام اه وانت بتاخد معاه قرار. كويس. يعني بيبقى عندك مشكله تروح تتكلم مع باسل مم. علشان يسمع منك، مم. واخد بالك، ما يدكش كومنتس. يعني تبقى انت قاعد بتتشال وبتتحط. انا فاكر في مره كنت متخانق مع زوجتي سن كويس. الله، مم. وبتكلم معاه وعمال بتنرفز، جايبه الساعه 12 بالليل. جايبه الساعه 12 بالليل. بالليل قبل ما نتجوز يعني. ليه؟ وعمال بتتشال واتحط وعملت وسوت وهو قاعد، والله العظيم قاعد عامل كده. فانا عايز اقول له ما تقول حاجه. طب سخنا على بعض، تمام لا حاجه. بعد ما خلصت كلامي خالص بدا يتكلم. النصيحه بقى اللي قالها لي would it help. فقلت له يعني ايه؟ انا فاهم انجليزي بس انت عايز ايه يعني؟ فاهمك. قال لي يعني انت لو اتعصبت هتنفعك. فقلت له بس ساعتها بتنفعني. قال لي لا خالص. قال لي بتضيع حقك. قال لي بتضيع حقك، ويبقى عندك وجهة نظر فعلا ان انت عايز توصلها، بس اللي قدامك لما يشوفك بالطريقة دي لا. مم. فبدأت ان انا اسيب البيت وانزل. كويس. طب فطبعا هسألك سؤال طبعا بيختبر يعني قد ايه انت اسكندراني بقى. البان سويسرا. لا. عايز ايه ايه؟ الفرق بين العصبيه وتدوير النحله؟ تدوير النحلة دي بقى يعني مش يعني ديب قوي فعلا بجد. شفت بقى؟ تدوير النحلة دي مم. النحل. مم. انا هعمل عليك نحلة. ايوه انا العصبية دي حاجة ايوه. مختلفة تماما عن مم. تدوير النحل. النحلة دي بقى اللي هو ايه؟ اه تبقى انت واقف في الشارع مم. عايز تركن، اه فتبص تلاقي زقلط كده طلع لك. مم. علي الباشا تركن. مم. اه هو اصلا مش هنا، كويس. مش من هنا، مم. هو معدي. كويس. لا سبوبه قدامه. بالظبط. دي النحله بقى بالنسبه لي. اه عكس بقى العصبيه دي بقى لو هتفتح الشباك انت بقى اه اؤمر. اه بقول لك هتركن. اه انت مين؟ اه انا سايس المنطقه. بص اه بيشغل لسه النحله معاك بالظبط. وعمال بيزن في ودنك، مم. فتبدا انت تتعصب. ده بقى العصبيه. جميل. بس لو اتنين بقى يعرفوا بعض دوروا نحله على بعض، ما دول بقى مش سالكين بقى. احنا انت مستهلك لي بقى فبتدور لي نحله بقى، فاهم؟ هنصاحبهم ليه؟ ما ممكن يكون بيدور معاك نحله عشان عادي وارد. يتست انت قد ايه وارد عادي خايف على جدا. زعله مثلا، خايف انا دايما يعني اه لما كنت مثلا بدخل شله جديده وبتاع اه دايما كنت يعني بقتدي بالفنان احمد السقا كرم الله وجهه. انا عملت كل حاجه غلط الا ان اخون صاحبي، كويس. فخنت صاحبي يعني. عادي جدا. في اغنيه بيقول لك خنت صاحبك، فالتاني بيقول له ايه؟ ايه صدم. خنت اه صاحبك يبقى خنته يبقى خنته عادي. بالظبط. مم. انت هتخون صاحبك ازاي بقى؟ على حسب انت ايه الموقف اللي ممكن لازم يتخان مم. وممكن لا. انا انصح ان الناس تخون بعض. انت بتوقعني في شر اعمالي. انا ساكت خالص وانت اللي احنا بتتكلم. هنمنتج. انا عايز اشرب بق ميه، اشرب بق قهوه، اشرب بق قهوه. لا انا مش شخص خاين، انا بهزر طبعا. انا يمكن برضو باسل قال لي بطل بقى العشم الزياده اللي فيك دي. تمام. بطل، لان انا بتعشم بزياده في الناس. واي حد اتعرفت عليه من يومين ده صاحبي. انا يوم لستة فرحي كويس. كانت كارثه.
اقسم بالله تحكي لي عن كارثه. الموضوع ده. عاملين عدد معين مم. وانا عارف هات هو والعيال، ايه المشكله؟ اه ما عزمنيش على فرحه بس آه. يجي يتبسط. بالظبط. طب ما انا هدفع تمن، مش مشكله يجي يتبسط. فقعدت معايا مراتي او خطيبتي ساعتها يعني، مم. وقعدت بقى ماسكه الورقه والقلم، مين ده؟ مم. ده مين؟ مم. ده بتاع. وانا بدي مبررات مم. مع اني ممكن اعزمهم من آه. وراها، آه. هي يوم الفرح مش هتشوفهم. بالظبط. بس واحنا لما لقيت العدد بيزيد، لا احنا محتاجين فلوس، محتاجين استاد. محتاجين استاد. اه طب الناس جت؟ الناس فعلا جت، بس اللي انا عزمتهم فعلا. طب وفي ناس اتضايقت جدا ان انا ما عزمتهاش. خلاص يبقى الناس بتحبك يعني. الحمد لله. صح. انا متواضع. سقف حب الناس. سقف الحب الناس طبعا. بحاول اكون شخصيه يعني ما تعشمش زياده قوي، بس انا مش شخص على فكره. انت في المكان ده ما انت معايا عشمك في محل ولا لا؟ طبعا. بس يا باشا خلاص. بس الفكره كلها اقول لك على حاجه. انا عشمي في الناس مم. زياده. مم. بس لما بتاذي مثلا من الناس، يعني الحته دي قوي بقى انا هبص يلا للكاميرا ودي. فيها. انا لما بتاذي من الناس مم. هرجع بقى ديب تاني ثانية. لما بتاذي من الناس باخد يومين 3 كده ببقى متضايق، وبعد كده هم اللي هيجروا ورايا. خلاص يعني انا كده. مسيري ان انا طب لما بيرجعوا يعتذروا ما حدش بيعتذر. طب لو كلموك في التليفون محدش مهتم هو كان إزاي- محدش إزاي مهتم أنت يكلم إيه ما التليفون. بتجيش ليه؟ يعني ما اظنش ان بترجع. بيحصل. لا ما اظنش انه بيحصل معايا. لا بس لو حد مثلا ضايقك جامد جدا وانت ما يعني مثال بسيط جدا، انا عندي شخص توكسيك في حياتي اسمه مصطفى رمضان. مصطفى رمضان ربنا يخليك. توكسيك. توكسيك حرفيا، علاقه توكسيك ما بيني وما بينه. يعني مؤمن فين مع مصطفى فين مع مؤمن. ساعات ما يردش عليا، اقسم بالله انا لو مراتي ما ردت عليا ما بقى زعلان الزعل ده كله. وشي يومي بيبوظ. بعد كده يرجع يكلمني مثلا بعد يومين، مم. ابقى قافش عليه، مم. ابقى اعمل كده اللي هو نعم انت فين يا ابني؟ موجود، انت اللي فين؟ اعمل ايه يعني؟ عايز ايه؟ بس أنا اتأثرت. بص للكاميرا بس عشان ما تبصش لحد غيري. ما تبصش. فكرة ولا ده مش حاجة مصطفى يعني. رمضان عشان تقول له كده. انا مصطفى تاج. مصطفى استاذ مؤمن. بعد كل ده استاذ؟ ده انت يعني بص يا مؤمن، ادي لك كورس في العشم بتاع الناس. لا انا عندي حته اقوى بقى. قول. اخد نصيحه منك، على فكره بحب اخد نصيحه من الناس جدا، ما بتحب- بنعملهاش أنت بس بتحب- بتفضل في انت دماغي. بتحب تنصح الناس؟ انا مم. لا. ما تحبش كده؟ كل واحد ليه تجربه في حياته، كل واحد ليه تجربته. كل واحد تيجي ليه تجربه فريده، كل واحد ليه تجربه Enjoy. فريده لوحده. ممكن ادي لك حته كده من التجربه، عارف اللي هي الكريزه اللي على التورته دي، ممكن اديها لك تعمل بيها او ما تعملش بيها براحتك. محدش بياكلها يعني. لا 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 لا, لا. نايله بتاكلها. انا في جوايا في دماغي نكته بايخه قوي قوي عايز اقولها. طبعا تقولها، اي حاجه جواك لازم تقولها. هتقولها لي طب هتريق عليك. ممكن تشجعني وتقول لي نكته بايخه؟ طيب انا اقول لك نكته بايخه او نكته يعني- عادي، ما هي النكت بقت صعبه. بس انا واحد دم خفيف، انا مش جرب مش هجرب. جرب. بس انا الفنان مؤمن يقول- ده شاهد الفنان مؤمن يقول نكته بايخه. مم. لا انت عايز احمد سعد معاك هنا. قول بس قول وهديك واحده. لا 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 لا، في نص قول دماغك. لا والله اصل انا فعلا بجد ما فيش قول حاجه نكته، على بالي. قول نكته قول اي نكته. لا يعني انا بطلعهم من على جوجل، انت متخيل؟ ما كنت بحفظهم زمان لحد ما ابويا يعني قتل فيا الحته دي، قتل فيك الحته دي. طب ما قول كانش بيضحك. قول اي نكته في دماغك دلوقتي عشان انا مش هسيبك. اي نكته في دماغي. مره قنبله وقعت على قهوه عملت بن. سوري. شفت بقى؟ انا اسف. شوف انا بعتذر والله. شفت؟ انا بقول لك والله انا مش شاهد الفنان مؤمن. لما ولا اي حاجه أوكي. هتتقط دي. مره واحد دخل محل حلواني يسرقه، التورته قبضت عليه. ماشي انا اسف برضه، انا اسف والله. ماشي. اصل انا جات لي من لما تقول التورته الكريزه اللي على التورته فافتكرت النكته. اوكي. ده انت يا لهوي، ده انا بعيد قوي. انت ده بيسموه بقى في المسرح مم. افيه كتالوج. في كتالوج. محتاج يعني إيه كتالوج بقى. مم. نقعد نشوف الافيه ده في صفحه كام ونلف بقى حواليه. هقول لك على نصيحه. بعتذر للناس والله. هقول لك نصيحه، اتفضل. ما تقولش نكت تاني بجد. محتاج تقريبا تبعت له عمه يقتل في الحته دي. انا ابويا كنت اقول النكته انت فاهم،
تمام مش طب ما انت قال حتى لو بن. بتضحك، لو الناس كلها ممكن تقع من ما انت لسه قال بن من شويه يعني، جت عليا. ما هو انت قلت لي قول نكته على دماغك، فدي النكته اللي على ما انا بقى دماغي. ايه بقى، بص انا بستدرجك عشان تغلط الاول فانا اغلط. عادي، ما انا قلت لك انا عشان في الناس زياده. تديها تدوير نحله برضه، احنا ستيل إيه؟ بندور نحله. بص انا هقول لك على حاجه، اه. انت لو جاي تنمرني قول لي. لو جاي تعلم عليا قول لي. يعني انت عشان انت شايفني شاب فنان يعني صحاب وغلبان بجد. وببتدي حياتي، فانت قلت بقى يلا بقى. لا أنا بقول لك ايه، انا عشان اسكندراني. احنا مصنع الاساطير، وانت هتبقى اسطوره، هتخرج مننا اسطوره ان شاء الله. محمد رمضان. مصنع انا الاساطير. بحب الرسول. قول لي ياض يا عصام الفرق ما بين. هل الحياه سرقتك؟ اه طبعا. مين الحياه مثلا، مين في الحياه ما اتولدش بريء جوزيه مورينيو. والدنيا فيها م. كام بلياتشو م. كتير. تمام. احكي لي يعني، انا مثلا مم. بشوف حاجه ان الواحد مثلا ممكن الحياه تسرقه في حته ان هو عايز يجيب شقه تمليك مثلا، عايز يقسط عربيه، ربنا عايز معايا. فب... اعمل له ايه؟ هكمل طيب. انا طلعت مصطفى. طب يلا. لا ما اقصد ادي لك يعني، كارد يعني. اقصد ان في سايد يعني، هو طمعان في العربية. جانب في الحياه ممكن اصلا يضيع لك حاجات كتير، فاهم؟ عادي. ايه فن... المشكله؟ احنا جايين هنا ايوه الدنيا تجربه. بالظبط. هنعيش 50 60 70 80 100 مم. وبعدين هنموت بالظبط. مم. الفكره كلها بقى في المرحله بتاعتك ان انت شايف الناس كلها بتحقق انجازات وعايزه وبتعمل وبتاع ومش عارفه ايه، زي مثلا فكرتي انا مم. لما بتفرج مثلا على انفلونسر مم. بلا هدف، بالظبط. وبشوف ان هو الراجل ده ما شاء الله اكبر، طبعا ربنا يزيده، ان شاء بيجيب الله. عربيه واثنين وثلاثه وتعالوا اوريكم الفيلا بتاعتي والكلام ده كله. بس انا ما ببقاش بعمل اللي هو عايز يعمل اللي هو بيعمله علشان اجيب العربيه والكلام ده كله. تمام. ليه؟ لان انا في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى مديني رزق ونصيب في حاجه معينه. كويس. ممكن يكون اديني رزق في الصحه، رزق ان انا بعمل معاك بودكاست، الحمد لله. رزق في مراتي، رزق في اهلي، مم. نصيبي. كويس. فتوزيع الايراد بتاع ربنا ده انا ما اقدرش ان انا اتكلم عنه. مم. عايز اجيب عربيه، طبعا عايز اجيب عربيه. عايز اجيب شقه تمليك، اجيب شقه تمليك. بس وانا في الرحله دي ممكن اقع اموت عادي جدا، عادي جدا. جدا، اه. بس ما احققهاش عادي جدا. لكن ان انا افضل ماشي بقى باحباط والكلام ده كله، ويجي لي بقى ناس يقعدوا، معلش انا اسف يعني، اتفضل. جنبك هنا في اتفضل. البودكاست اتفضل. يقول لك اسعى واجري ورا حلمك واعمل الكلام ده كله ويضحك على الناس مم. عشان فيوز وريتش. دي كارثه. تمام. كارثه تمام. ان انا اقعد اسمع نصيحه من واحد ظروفك غير ظروفي، حياتك غير حياتي، لعبت معاك مره وانت كملت، ممكن ما تلعبش مع شخص انت انا بشوف ناس والله العظيم 3 فعلا بيصعبوا عليا، بيروحوا زي سيشن او كويس. زي كونفرنس في هول كبيره، اه. ويخش واحد داخل بجردات. والله بجردات. العظيم على بجردات. فكره الشخص ده مش مشهور، انا مم. بيطلع لي فيديوهاته من كتر ما انا مم. بيخش بجردات المكان في القاعه، هو يعني عازم اهله وكام تمام. واحد داخل دافع تيكت، اه. وبيديهم لايف كوتشنج. حلو. انت ازاي تستثمر، انت ازاي تتبسط، انت ازاي ده غلط. ما اسمعش غير نفسك، ما اسمعش غير الناس اللي حواليك اللي هم همهم مصلحتك. تمام. يعني انت لو عايز تجيب عربيه، عندي كارد، ممكن اجيب لك كارد سياره. خد كارد وخش السجن. خدش كارد جوه آه. كام سنه يعني. اللي انا اقصده ان انت عشان تمشي على لاين معين، مم. انت شايف ان الناس المبسوطه بيمشوا عليه، انت بيطلب منك التزامات كتيره قوي، فاهم الفكره دي؟ انت بتلزم نفسك بحاجات مظبوط. انت ممكن ما تكونش محتاجها اصلا، مم. فاهم؟ وبتلاقي مع الوقت ان انت، هو انا بعمل ده ليه؟ عشان هو كده. لو انت مرتبك مم. زاد 1000 جنيه، مم. احتياجاتك بتزيد 1000 جنيه. بالظبط. طول ما انت مرتبك مزيد، او طول ما انت حاجتك مم. فلوسك بتزيد، بالظبط. طول ما انت اولويتك، يعني انت مثلا معاك عربيه مم. ومرتبك زاد، حلو. فانت هتروح تجيب عربيه جديده، علشان طبعا انا بتكلم يعني بدي نايس. مثال العربيه طبعا اي عشان ما طبعا. حدش يفتكر ان انا مرتبي بيجيب عربيه، اسكتوا. تمام. بس حياتك اختلافاتك لو بتلبس مثلا جزمه مثلا من مكان معين، عايز تغير وتجيب جزمه اعلى. كويس. فهي دي الفكره كلها. فالانسان مش طماع، بس بيحب الزياده، زي ما المحرز بيحب الزياده، بالظبط. بس ما بيحبش الفلاحين في اسكندرانيه. انا اسف الجمله دي. ليه حتى في اسكندريه في الصيف. والله ولا في الشتاء. انت- احنا خلاص يعني، احنا فاضل لنا نسمه واحده في اسكندريه
وكلنا نبقى فوق بعض. بس ضربت كبير لكم فاضي. لا خالص خالص. عدد سكان اسكندريه بالعربيات احنا بقينا عربيات اكتر من البني ادمين. والله ما بهزرش. هتلاقي في كل بيت 3 4 عربيات. ما هو دي كارثه. عشان كده عايز سقفه. ما انا مش عارف ينفع اقولها ولا ما ينفعش. قولي. سقفه للرئيس عبد الفتاح السيسي ان قال لك ان كل بيت يبقى معاه عربيه واحده. وفعلا ده لوجيك. مصر ما تستحملش كل البنزين ده، ومصر ما تستحملش كل الناس اللي ماشيه مع بعض، وكلنا بنفكر بنفس التفكير. انت لو عندك مشوار هتقول انا هنزل ساعه بدري، غيرك عنده مشوار هينزل ساعه بدري، كلنا هتلاقينا نازلين مع بعض والله العظيم. وما تفهمش البلد زحمه امتى، او يعني مثلا انت المفروض من الساعه 8 لحد الساعه 10 الناس رايحه شغلها، طب المفروض من 10 ل 12 الناس كلها في شغلها، تبص تلاقي زحمه برضه. طب مين دول؟ ما في ناس بتعمل مشاوير بقى والناس في شغلها عشان ايه؟ تستثمر في ما دول بقى الناس اخواتنا. اللي تقول لك انا هاخد اجازه يوم الاثنين، الناس يبقى عندها شغل هروح انا اخلص مشوار، يبقى في 16000 واحد غيرك واخد اجازه. ما هو كلنا بنفكر بنفس التفكير عشان احنا ماشيين بطاقه. هات لك حد بتاع علم طاقه هيفيدك. هيروق الدنيا. انا نفسي اقعد مع حد بتاع طاقه. انت بتاع طاقه؟ انا مش بتاع طاقه. بتاع ايه؟ مش بتاع حاجه. لا والله بجد. طب ما تفتح مشروع طاقه. ما عنديش راس مال. ليه؟ ما عنديش طاقه افتح ليه مشروع. والله؟ بالظبط صح. ايه ده؟ هو انت ممكن تبقى قاعد كده قدام الكاميرا وتقول حطوا ملح في الكورنر؟ ملح في الكورنر بيشيل الطاقه السلبيه. لا هو بص، الملح فعلا بيشيل طاقه سلبيه. اقول لك على حاجه. آه. انا بتنقع في ملح ومفيش اي طاقه سلبيه بتخرج، بالعكس انا بحس ان في طاقات بتخش لي، بيجي لي تسلخات. والله ده ملح. واحد صاحبي قال لي انزل البحر هيسحب الطاقه السلبيه. انا نزلت البحر كنت هغرق. كان هيسحب مني روحي. عارف انت اللي هو ايه؟ سيب نفسك الميه ترفعك. انا مع اني بعرف اعوم بس نزلت في وقت يعني وحش جدا. يلا ما علينا. انا اسف ان انا هو يمكن الملح اللي انت بتستخدمه وبتتنقع فيه ده يعني المفروض سمعت ان هو يبقى ملح هيمالايا او كده. ملح ايه؟ هيمالايا. نبقى نسافر ان شاء عارفه الله. الملح الهيمالايا؟ ايوه ماشي، بس ده اكيد ملح الهيمالايا اللي هنا في الدول. هيمالايا ما علينا. ممكن نخش على السؤال اللي بعده عشان خلاص اوكي. قول لي حسيت كده، احنا ما خلصنا؟ لا ما خلصنا والله خلصنا. والله ابدا. خلصنا والله انا حاسس ان انا حاسس ان انا ما اتكلمتش عن نفسي اكتر. انت ما عيطتش. تحب تقول ايه عن انت ما نفسك؟ احب اقول ايه عن نفسي. انا ممكن اوجه رساله لنفسي. اتفضل. ايه رايكم؟ اتفضل. حلو. طيب لا مش هبص للكاميرا عشان دي بص لي لحظات بص. ضعف ما بص بيني لي وانت وما بين بتتكلم. انا حابب ان انا اشكر مؤمن. ماشي. احب اشكره جدا علشان فوقك بقى من التحديات والصعوبات والجو الكليشيه ده. لا ان انا يعني مريت ان انا عايز اوصل للناس موهبتي. نفسي تشاف. البايو بتاعي على كل سوشيال ميديا شاب فنان يحاول الوصول للسينما. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله وصلت او ما وصلتش. انا بعيش التجربه بستمتع. مش هتضايق لو ما وصلتش، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني عارف كويس جدا قدراتي، وعارف انا ممكن استحمل ولا لا، عارف ان انا ممكن اعمل حاجه غلط ولا لا، الله اعلم. الله. عارف ان انا ممكن افشل ولا لا، اكيد. بس بشكره وبقول له استمر. حتى لو الناس متضايقه منك او بتقول ان دمك سخيف، بالعكس عادي جدا. كلنا مختلفين من بعض. كلنا يعني كل واحد فينا اختلافاته، او زي ما انا قلت الالجوريثم بتاعه بيختلف عن التاني. مش عاجبك الفيديو اسكرول. كمل لو انت بتبتدي لسه. ما تخافش اصل انا معيش موبايل، اصل انا كمل عادي جدا. انا مش هنصح حد، انا ما بنصحش، انا بتكلم مع مؤمن عشان بس ما حدش يفتكر ان دي نصيحه. أكيد. لان انا تجربتي او تجربتك او تجربتها او تجربه الناس مختلفه تماما عن بعض. اوكي. ممكن واحد تلمع معاه واحد لا، بس انا بشكرني ان انا عايز اكمل. ان انا لسه عندي حلم، ان لسه عندي شغف للوصول لعالم السينما. مش عشان انا ابقى مشهور والناس تتصور معايا وتجري ورايا وتقول مؤمن اهو، لا خالص. بالظبط. انا حاسس ان انا عندي موهبه، حتى لو غيري مش شايف. انت عادي ما تشوفش.
عادي. ياما فنانين كتير جدا اول ما طلعوا الناس قالت ايه ده ايه ده، بس يشوفوهم في الشارع بيجروا عليهم. مش نفاق بقى، سميه زي ما تسميه. لا احنا قعدنا مع بعض وانت فعلا كنت يعني ما هو باين انا ضحكت، الناس اللي ورا الكاميرا ضحكت، فانت لا ميرسي والله. موهوب جدا. والله يعني بحاول ان انا ما استظرفش فعلا لا بجد. لا لا يعني عشان انا لما بستظرف انت بجد فعلا الناس، يعني الراجل اللي قاعد ورا الكاميرا بص عمال يقول هنخلص امتى هنخلص امتى، ما كفايه بقى. لا ايه الهبل اللي احنا بنعمله؟ مين ده؟ هو عمال يقول مين ده. لا والله ابدا. على فكره خلي بالك انا عندي انا شبيه الفنان كورتو. مؤمن بجد انا مبسوط انك كنت عايز معايا. تقول لي حاجه تانية؟ كنت انا حاسس مبسوط ان انا جدا. عايز اقعد معاك. ما هنقعد احنا قاعدين، انا عايز لا عايز اتكلم. هنعمل جزء تاني ان شاء عايز الله. اتكلم جزء تاني. جزء يا جدع تاني. ده يعني ربنا يستر على الجزء الاولاني. انا عارف بتاع المنتزه زمانه دلوقتي يعني هيمسك الفيديو ده. هيتبسط جدا لا والله، خالص. هيتبسط جدا. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا بتحرك كتير. لا انت لا مش لا. حاسس بكده انا بس انا حاسس بكده. انت عارف السبب الوحيد اللي يقومني ايه؟ ايه؟ انا عايز اشرب سيجاره. هنقوم ضيف في الحلقه طفايه. ماشي حاضر. اجي بالك من قول لي انا مؤمن. عايز اقول لك ان ده كان غلط ضيف تاني. خلي بالك انا مش بشجع. احنا وقفنا ولا؟ لا احنا لسه ما ختمناش، لازم نختم. طيب ماشي بس يعني قول لهم رساله بلاش. لا مش هتكلم في التدخين. مش هتكلم في التدخين والله ما بهزرش. جماعه اللي عايز نقطة. يدخن واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، بس المهم ما يأذيش غيره. بس ما تأذوش غيركم. يعني واحد بيتخانق من الدخان ما تشربش جنبه. واحد بيتضايق من يا حاجه عم معينه عايز ما اختم، تعملهاش. اديني ما فرصه. تختمش. عايز اختم. انا هختم. لا استنى، انا اقول لك تختم ازاي. استنى انا اختم هنا. اشرب ميه. استنى استنى. اشرب ميه. طيب حاضر عطشان. اتفضل. مش كده هشرب قهوه. انا حسيت ان هم مش بصيت لي في الميه يا جدع انت والله ولا؟ ابدا. انا اول مره اشوف حد بيشرب من الميه. شهادة ولا لا. المفروض دي اللي بيشربها. اشرب ميه انا بشرب منها. مؤمن انا كنت مبسوط جدا ان انت معايا بجد والله العظيم، بجد حلقه استثنائيه بجد. كويس. وعايزك تختم انت الحلقه انك هتبص للكاميرا وتقول الثلاث كلمات اللي بنختم بيهم. إيه؟ هو ده الوضع وهي دي الصوره والله المستعان. ايه هو ده الوضع وهي دي الصوره والله المستعان. بص هو للكاميرا. انا ليه حاسس ان اشكرني انا قول لي. سياسي؟ لا اشكرني لا ده اشكرني انا حاسس ان انا كده. انت اشكرني واعمل كده. انا هشكرك كده اشكرني والناس هتشكرنا لا. كلنا. هو ده الوضع وهي كلنا. دي. يعني انت عايزني اقول الكلام ده؟ لا عادي والله، ده هو ده سلوجن. الوضع. لا هو ده الوضع. احنا اتكلمنا في ايه عشان تقول لي هو ده الوضع؟ ايه ده بس كده. انا هقولها لك يعني انا هريحك. لا، بس لا، انا عايز افهم بلاش. ايه الوضع الوضع ان خلاص هو ده الوضع بتاع ايه. بتاع البودكاست خلص على كده. لا بص ما آه. تخلينيش اشرح السلوجن بتاع النهايه دلوقتي. خلينا لما اكون مشهور معايا 20 مليون سبسكرايبر. ايه 20 مليون سبسكرايبر يا سيدي ان شاء الله باذن ربنا. بس انا حاسس ان انا بنهي مقدمه لميس الحديدي. يا عم اشكر انا قلقان. لا ما تقلقش. انا شويه هلاقي الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه والمايك ده قدامي. لا. يا عم إيه ده؟ لا ده فور فن هو ايه؟ هو ده الوضع وهي دي الصوره والله المستعان. هو ده الوضع هي دي الصورة الله المستعان. انا بحاول اترجمها والله. بحاول اترجمها عشان ابقى فاهم. ماشي. عشان اقولها بطريقه تعجب جمهور مصطفى. مساء الخير. لا مساء الخير. اشكرني وقول اشكرك. انت نرجسي قوي. انت نرجس. انا حي نرجس. انا بقول لك ده كذلك انا اشكرني. ابويا قاعد في النرجس. شكرا صح. لاهل النرجس واحد عشان ابويا قاعد هناك وانتم مستحملين. بس يا نرجس. انا بشكر طبعا مصطفى بجد والله. انا من احلى البودكاست اللي انا عملتها. ده اول مره اعمله. اول بودكاست ان شاء الله بس انا ببقى شغال. بس انا فعلا جدا جدا مبسوط وحاسس ان انا قاعد يعني مع اصحابي. احنا اصحاب بس. مش احنا اصحاب. صاحبني ولا ايه؟ احنا اصحاب. احنا اصحاب. خلاص اخلص. اخلص. جاي هنا وهي. لا يعني ما كفايه اخد على قفايا اكتر من كده يعني يا استاذه. يعني عيب كده يعني حتى هنا في القاهره اخد على قفايا برضه. لا يلا بينا. لا انا فعلا بجد والله بشكر مصطفى. بودكاست جميل جدا. ربنا يخليك. الجو هادي. قعده حلوه. حاسس ان انا قاعد في بيتي. مش قاعد مع اصحابي. بغض النظر عن الرسميات بقى واضاءه والكلام ده كله. لا بجد والله فعلا بجد شكرا. طلعت كلمتين من قلبي. مش عارف هيتقص ولا لا بس مش مشكله. مبسوط وسعيد. حابب اوجه رساله للشعب الفلسطيني. ربنا يقويكم. طبعا ده جمله عشان نلم ريتش طبعا. اي حد بيكبر. اي حد طبعا بيعمل كده فاهم. لا بس انا فعلا بجد والله
انا الحمد لله، معلش انا اسف، انا هطول عليك اتفضل. في النهايه. مم. لما بيجي لي الانسايتس بتاعت الريلز والكلام ده كله، بيجي لي ان في ناس من فلسطين بيتفرجوا عليا. انا بحبكم وربنا يبارك لكم يا فوق رب، راسنا، فوق راسنا، فوق ويقومكم راسنا طبعا والله. من اللي انتوا فيه المحنه دي، واحنا كلنا اخوه يعني. هو ده الوضع. لا بص، وفي النهايه هو ده الوضع آه. وهي دي الصوره، والله المستعان. اوكي، شكرا يا مصطفى، مم. بجد والله. ربنا يخليك. انا مش هعيد تاني، بس انا بشكرك. ربنا يخليك. انا عايز اشكرك ربنا يخليك. على القعده الحلوه دي بجد، أخويا والله. وشكرا أخويا ان مؤمن. انت استضفتني النهارده، ربنا يخليك. لان انا سعيد بالقعده معاك، ومش عايز اقوم والله، مش عشان انا مكسل والله، مش عايز اقوم، ربنا يخليك. عايز اقعد اتكلم اكتر. انا رغاي ان شاء الله. وانت جبت واحد رغاي، ان شاء الله. بس في النهايه مم. هو ده الوضع. وهي كمل. دي الصوره، هي دي الصوره، والله المستعان. والله المستعان. شكرا ليكم واحد واحد، بجد انا مبسوط جدا، انا فعلا بجد والله مبسوط جدا. انا حاسس ان انا مبسوط، مش عايز اقوم. ممكن اكمل بقى؟